أيتها الرفيقات، أيها الرفاق، 7 سنوات مسيرة حافلة في تاريخ قوات سوريا الديمقراطية. 7 سنوات وهي تحارب الإرهاب وتدافع لأجل الأمن والاستقرار الذي يجب أن ينعم به أهلنا وشعبنا في مناطق الإدارة الذاتية. وخاضت أشرس المعارك ضد الاحتلال التركي البغيض الذي حاول ويحاول باستمرار لاحتلال المزيد من الأراضي السورية. الهدف لم يختلف والعزيمة لم تتبدد، فمنذ تأسيسها حملت مسؤولية محاربة ومكافحة الإرهاب، وانتصرت عليه بكل شجاعة وبسالة وتضحية ووفاء وأمانة، وهي جاهزة لأن تكون في أي مكان للدفاع عن التراب والسيادة السورية، لأنها قوات سوريا الديمقراطية، ولأنها قوات سورية وطنية خالصة. لقد ارتوت أرضنا الطاهرة من دماء الشهداء والجرحى وعرق العسكريين الصامدين الشامخين الأبطال الذين لا تنحني جباههم إلا لتراب هذا الوطن. رفاقنا ورفيقاتنا في قوات سوريا الديمقراطية، باسمي وباسم جميع الأعضاء في حزب سوريا المستقبل، نحييكم تحية الحب والفخر والاعتزاز، ضباطا وصف ضباط وأفراد، ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز وكبرياء أياما ماجدة في تاريخ سوريا المعاصر صنعتها هذه القوات الوطنية التي جمعت كل السوريين في صفوفها، عربا وكردا وسريانا وتركمان وشركس وكافة المكونات في هذه المنطقة. لقد خاضت معاركا طاحنة ضد تنظيم داعش